أميرة مساء الخير. أميرة أميرة يا أميرة مساء الخير. ما عارف سامعانا ولا لا أميرة؟ طب حد يقول لنا في الكنترول أميرة سامعانا ولا لا؟ ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا أميرة؟ الحمد لله. أنت النهارده أميرة يا أميرة، مبروك ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك، الله يبارك فيك. قولي لي بقى يا أميرة، كنت فين وعرفت ازاي النتيجة؟ يعني وانت واقفة قدام التلفزيون ولا حد قال لك عليها ان اسمك على التلفزيون؟ لا، احنا يعني كنا قدام التلفزيون وعرفنا من الخبر، يعني من المؤتمر اللي كانوا عاقدين. قولي لي شعورك يا أميرة أول ما شفت صورتك على التلفزيون. الحمد لله، يعني هو كان فرحة، يعني الحمد لله، وكرم من عند ربنا وفضل من الله سبحانه وتعالى يعني. طيب لما وصل الخبر للوالد كان ايه رد فعله؟ والله احنا حاليا احنا مش عارفين بابا عارف الخبر ولا لا لحد الآن يعني. طيب بقى رد الفعل. أميرة، في خبر بيقول إن وزير التعليم على الهواء مباشرة هنأ كل الأوائل، أبا نوب عادل عبد الله وغيرهم ما عدا أنت، إلى أي مدى الخبر ده مظبوط؟ انا ما اعرفش بالظبط الخبر ده، بس اللي اعرفه هو ان وزير التربيه والتعليم ما حدش اتصل بينا يعني. أميرة لو قربت من المايك بتاع الميكروفون بتاع الموبايل يبقى كتر خيرك. اتصل ايوه بيك؟ تمام، حضرتك سامعني؟ كده جميل جدا. اتصل بيكي وزير التعليم ولا لأ؟ لا لا، ما اتصلش. طب يا أميرة عندي سؤال تاني، يعني بس إيه، يعني ربنا يستر. عادة رئيس الدولة بيجتمع مع الأوائل أو بيستقبلهم. هيدعوكوا يا أميرة أو هيدعيك رئيس الجمهورية، رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عشان يبارك لك، هتعملي إيه؟ لو دعاك لا يعني. طبعا، يعني اكيد في رفض تام ان احنا نقابل شخص زي ده قاتل وساجن لالاف في السجون حاليا، غير الطلبه المعتقلين زمايلنا. اكيد احنا ما ينفعش نغض البصر عن كل زمايلنا المعتقلين والشهداء، وعشان مجرد تكريم، وكمان من قاتل وخاين للبلد. أنا بس عايز أطلب من زمايلي في الكنترول لو تعرفوا تجيبوا صورة أميرة تحطوها على الشاشة عشان الناس تشوف البطلة العظيمة دي. يا أميرة قولي لي، أخدت دروس خصوصية ولا المجموع بتاعك كان 409 تقريبا فاصل حاجة، مظبوط أنا قلت صح؟ اه بالظبط كده. فاصل 5. طيب يا أميرة قولي لي، خدت دروس عشان توصلي للمجموع ده ولا كنت بتذاكر لوحدك؟ لا، هو زي الطلبة كلها، يعني كنت باخد دروس في كل المواد، لان طبعا ما فيش مدرسة او كده، فكله بيعتمد على الدروس يعني. فكنت المدرسة بتاعتك اسمها الهدى مش كده؟ اه الهدى والنور الخاص. الهدى والنور. انت في المنصورة المدرسة دي؟ اه بالظبط. ومتحفظ على المدرسة فعلا لأنها إخوانية أو يعني ملاكها إخوان؟ اه بالظبط كده. طيب قولي لي يا أميرة، هل جيرانكم باركولك ولا برضو كانوا خايفين يباركولك لأن والدك معتقل وإنك بنت قائد كبير جدا فبعض الناس ممكن تخاف، ولا الناس تجسرت وباركت لك؟ لا لا، الحمد لله، في ناس باركت كتير، يعني ربنا يبارك لهم ان شاء الله. طيب عادة يا أميرة بكرة هنلاقي في الجرايد صور وتحقيقات صحفية مع الأوائل، في جورنال كلمك أخذ منك مثلا تصريحات أو عمل معاك حوار حتى هذه اللحظة؟ اه في كذا جورنال وكده. جورنال إيه بقى؟ يعني نستنى الخبر ده في جورنال إيه؟ لا، هو كذا حد والله، يعني في قربي من المايك يا بيطلع. أميرة، من مايك ايوه، الموبايل. يعني كذا جريدة وفي صحف يعني، وفي مواقع على الانترنت وكده. مواقع الإنترنت دي تمام، أنا بتكلم على جرايد زي التحرير، الوطن، الأهرام، المصري اليوم، الشروق. هو فعلا هم فعلا في ناس اتصلت، بس اعتقد ان ده تقريبا هيكون على النت او كده، ما مش عارفة بالظبط اذا كان هيبقى في الجرايد يعني، ولا المواقع الإخبارية. طيب سألوك عن إيه؟ هل سألوك عن والدك، جابوا لك سيرة والدك مثلا؟ اه، واذا هم ما جابوش سيرة انا بجيب يعني. برافو عليكي والله. برافو عليكي. قولي لي يا أميرة، عايزة تخشي كلية إيه؟ والله انا لسه حاليا مش محددة، يعني ربنا ييسر. أنت علمي علوم مش كده؟ الحمد لله. يعني هتدخلي طب؟
والله انا لسه ما حددتش يعني بالظبط. والدك كان عايزك تدخلي كليه ايه؟ كان نفسه يعني تدخلي والله كليه؟ هو بابا يعني هو بابا يعني اذا كليه محدده ان احنا ندخلها، هو كان دايما فعلا نفسه ان هو احنا نتفوق بس ونجتهد، وان هو ربنا يعني هو ده رزق من عند ربنا يعني، بس ما كانش يعني بيدخل حسب رغبته او كده بس. طب انت هتستني تاخدي رايه ولا انت اللي هتبقي صاحبه القرار الاول والاخير؟ لا طبعا هستنى رايه. حطي بقك قدام المايك، قدام المايك بتاع الموبايل. ايوه هتستني ايوه. هتستني رأي بابا ولا انت هتبقي خدتي قرارك من دلوقتي او من بعد شوية؟ لا هستنى طبعا راي بابا، يعني اكيد هو ليه دور كبير يعني. ما شاء الله. يعني انت هتستني بابا يقول لك هتدخلي كلية، يعني يوصي تدخلي كلية كذا. انت حاسة بابا غالبا يا أميرة غالبا ممكن يكون رغبته ايه؟ لا هو بابا مش هيقول لي ادخلي كليه معينه، هو انا يعني هشوف رايه في الانسب اذا كنا بس هو عمره ما هيقول لي مثلا لازم تدخلي الكليه دي او كده. انا فاهم يعني هو بابا ما بيعملش كده. اكيد اللي ربى بنت زيك اكيد يعني رجل واسع، يعني الاطلاع وصدره واسع جدا وعارف مصلحتك كويس قوي. طيب خليني يا أميرة اسألك، انت ليك اخوات يا أميرة؟ الحمد لله يعني اخوات اكبر مني واصغر يعني. فيهم حد دخل كلية طب؟ فيهم حد يعني في كلية من اللي عارفينها ولا هم خلصوا خلاص؟ لا الحمد لله هم في منهم يعني الحمد لله في اخواتي الكبار يعني خلصوا طب، وفي اختي برضه لسه في طب واخت في هندسه يعني. بصي يا أميرة، بصي انا هكلمك تاني وهلاقيكي في اولى طب ان شاء الله. يعني بصي خلينا من ربنا البداية كده. يوفقك. انت مكسوفة تقولي دلوقتي هدخل كلية طب. يعني بصي يا أميرة، انتوا من عيلة بابا دكتور، معرفش ماما بتعمل يا أميرة؟ لا طيب بابا دكتور وعندك اخت دكتوره واخ دكتور، غالبا العيله هتبقى ما شاء الله نقابه اطباء. خليني يا استاذ علي، عايز تقول لاميره حاجه؟ بس بهنئ أميرة وأقول لها أنت تاج على رؤوس المصريين كلهم. وإذا كانت ظالم ربنا أخذ يكرمك. والدها وحطه في المعتقل، ووالدها تفخر به الدقهلية وتفخر به دمياط وكل الجمهورية تفخر به كرجل يعني عاش مهنة الطب بإنسانيتها وقيمها بعيدا عن الأمور المادية. دكتور يعني إبراهيم احنا نسمع عنه في دمياط يعني ما لا نسمعه عن كثير من الزعماء الكبار الموجودين في البلد. هذا الرجل ملك قلوب المصريين كلهم والضميطة تحديدا واهل المنصوره بحبه لمهنته وتعامله الادمي والانساني مع مرضاه بصوره يعني يعجز الانسان عن شرحها. فربنا طيب يبارك فيها ويبارك في ابوها ان شاء ده الله. كلام الاستاذ علي لبان خبير تربوي يا اميره. خليكي معايا. الاستاذ محمود عطيه عضو لجنه التعليم بالبرلمان المصري عايز يقول لك كلمه برضه يا اميره، وانا ليا كلمه في الاخر. اتفضل يا استاذ محمود. أنا عايز أقول لك يا أميرة النهاردة لو هم فكروا أن يقهروا الوالد فأنت قهرتيهم. لو فكروا أن هم يهزموا الوالد فأنت حققتي أعظم انتصار وهزمتيهم هزيمة ساحقة، وبينت للعالم كله أنك أنت أقوى من أي بلاء بتتحدي البلاء. هذه رموز اللي بيعندوها وبيحاربوها وبيقولوا أن دول إرهابيين. ادي احنا بنقدم نماذج طيبة للعالم كله ولمصر. وانت الان كثير من الاهالي والاسر تتمنى ان تكوني انت واحدة من اولادهم، فانت النهاردة هزمتيهم هزيمة ساحقة، فهنيئا لك هذا الفوز الكبير. اسال الله ان تكوني من الفائزين يوم القيامة، وان تكوني تاجا ووقاية لوالديك ان شاء الله. طيب اميره الله خليكي يكرمك. انت معايا يا اميره؟ ايوه مع حضرتك. طيب اميره، انا هقول لك سؤال وانت تقولي رايك. انت الاولى علمي علوم مش كده؟ بالظبط. طيب انس محمد عبد العليم هو الاول مكرر علمي علوم، رغبته او امنيته انه يتمنى نسف جميع المواد الدراسيه واعاده وضع مواد تكون اكثر تطورا. انت تتفقي ولا تختلفي يا اميره مع زميلك محمد عبد العليم؟ ده كمنهج يعني للثانويه العامه. هو اكيد احنا نفسنا المناهج تتطور اصلا لقدرات الطلاب، وان هي تكون تحاول يعني ان هي تنمي قدراتهم اكتر، وما يبقاش طبعا المنهج بالظبط كده لانه معتمد على الحفظ دايما، واغلب طبعا معتمد على الحفظ مش معتمد على التفكير او ان والابداع اصلا يعني. فده بيحاول ان احنا لازم تكون المواد
يعني بتوسع افق الطلاب شويه وتوسعها، مش ان هي تكون يعني معتمده على الحفظ بس. الحفظ ما بيقدمش ولا ياخر يعني. طيب أميرة، عندي سؤال أخير قبل ما أختم معاكي، لأن عارف إنك أنت مشغولة دلوقتي. أنت يعني ما شاء الله أميرة بجد النهاردة يعني. قولي لي يا أميرة، الله يسلمك. لو افترضنا إنك أنت فجأة لقيتي نفسك السيسي بعت لك دعوة وأنت قدام السيسي وبيقول لك مبروك يا أميرة، هتجيبي له سيرة والدك؟ هو اكيد ان انا هرفض اي دعوه من شخص زي ده وكده. بس هو يعني قال لي كلمه، قال ان للسيسي ان هو لازم هيتحاكم على كل الجرائم اللي بيعملها دي من اول يوم مسك فيه سلطه واتحكم فيها لحد الان. الجرائم دي مش هتسقط بالتقادم. يعني الطلبه المعتقلين احنا يعني باي وجه حق ان هو يظلم كل الناس دي ويقتلهم. احنا مش هنسكت على ده يعني اصلا إذا يعني. جات لك دعوة لتكريم من عبد الفتاح السيسي هتقبليها ولا ترفضيها؟ لا، إيه؟ هرفضها ده. طيب أنا عايزك يا أميرة في ختام اللقاء ده، أنا بشكرك عليه جدا وبقول لك مبروك، وإن شاء الله نشوفك يبارك. عالمة كبيرة زي والدك يعني كده بالظبط. قولي لي سواء في أي تخصص يعني في الطب أو في غيره، قولي لي يا أميرة إيه الرسالة اللي عايزة تقوليها في نهاية اللقاء ده والمين؟ يعني رسالة إيه والمين هتقوليها لمين؟ هو الرسالة بإذن الله يعني للبابا ولكل المعتقلين وزمايلنا المعتقلين اللي هم شرفونا فعلا بنجاحهم. احنا شفنا طلبة معتقلين في ثانوية عامة جابوا نتائج ما شاء الله فوق ال 95% بمجهود طبعا أكبر من اللي احنا بذلناه بكتير يعني، لأن كانت ظروف أصعب. فاحنا أكيد بنفرض نجاحنا ده ليهم، لأن احنا بنحاول إن احنا نكرس أي نجاح أو أي جهد لينا في تدبير القضية، لأن عشان الظلم ده ما يطولش ونحاول إن احنا نبني البلد دي. الناس دي فعلا ما بتقدرش من بيتها إلا عشان تبني البلد. احنا قربي من المايك يا أميرة بسرعة. بنحاول يعني كل جهد ده نبذله عشان البلد دي تبقى افضل باذن الله. ويعني الظلم ده ما يطولش، عشان يعني البلد دي فيها خيرات كتير. مش عايزين ان هي تضيع لمجرد حراميه، وعايزين بس ان هم يمسكوا السلطه ويقتلوا الناس يعني باذن الله. أميرة إبراهيم عراقي، ألف ألف مبروك